السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم كويزي لطيفه. اليوم ان شاء الله غادي نشاهدوا طريقه تحضير بسكويت رافايلو او بسكويت بحشوه الكوك اللي كيجي من ألذ ما يكون. باش تحضروه تبعوا معايا المقادير ومراحل التحضير. غنحتاجو في المقادير 400 غرام بسكويت ديال القمح، 400 غرام الحليب المحلى مركز، 200 غرام من الكوك المطحون، 100 غرام الزبده، 100 غرام سكر سنيده، 40 غرام ديال الكاكاو الحلو. وغنحتاجو ايضا 30 غرام ديال هذا البسكويت المقرمش، من الاحسن يكون بدون حشوه، و120 غرام من الماء. وغنحتاجو ايضا ساشيه واحده من الكاكاو المور. نبداو على بركه الله. غنجيبو اناء وغنخلطو فيه الكوك مع الحليب المحلى المركز، غنخلطوهم مزيان حتى كينسجموا، وغنضيفو عليهم هذا البسكويت المقرمش، غنفرتوه فوق منه وغنخلطو حتى هو معاهم. غنجيبو البلاستيك الغذائي يكونوا فرشناه على شكل مستطيل، غنحطو فيه هذا الخليط، غنحاولوا نشكلوا منه حربول بمساعده البلاستيك الغذائي، وحنايا كنضغطوا دائما باش يجي مزير، كنضغطوا عليه مزيان كيف ما كتشوفوا. بعد ما تحصلنا على حربول غنحاول نديه ونجيبو فوق البوطاجي باش يجيني مزير، وفي نفس الوقت نعطيه شكل دائري. غنعقد البلاستيك الغذائي من الجناب وغندخلوه للثلاجه. انا هنايا دخلته للمجمد باش نربح الوقت. في هذا الاثناء غنجيبو كاسرول غنديرو فيها الكاكاو الحلو مع سكر سنيده والكاكاو المر، وغنخلطهم مع بعضياتهم. غنضيف عليهم كاس ديال الماء بالتدريج دائما مع الخلط، وغنديرو هذا الخليط فوق النار حتى كيغلى. بعد ما يغلى لي هذا الخليط غنزولو فوق النار وغنضيف عليه الزبده مع التحرك دائما. كنحركو حتى كتذوب لينا الزبده وما كتبقاش تبان، وغنخليه تقريبا 5 ديال الدقائق باش كيبرد. في اناء اخر غنكسروا 400 غرام ديال البسكويت وغنكبوا عليها الخليط بعد ما برد، وغنبداو نحركوا فيه بهذه الطريقه باش البسكويت ديالنا يتشرب مزيان الخليط وما يبقى لنا حتى شي بسكويت ناشف. وبنفس الطريقه غنفرشوا البلاستيك الغذائي غنكبوا فيه هذا الخليط، غنحاولوا نشكلوه على شكل مستطيل، كنحاولوا نخليوه بنفس الطول ديال الحربول ديال الكوك. بعد ما شكلناه مستطيل بهذه الطريقه كيف ما شفتوا، كنجيبوا الحربول ديال الكوك بعد ما خرجناه من الثلاجه وزولنا له البلاستيك الغذائي، كنحطوه في وسط المستطيل ديال البسكويت بهذه الطريقه هذه، وكنحاولوا نلفوا عليه البسكويت بمساعده البلاستيك الغذائي كيف كتشوفوا في الصوره. كنلفوا الجهه المقابله وكنحاولوا نضغطوا عليها باش كنلصقوا الجهتين بجوج بهذه الطريقه، غير بالمهل حتى كنلقاو تقنيه باش كنلصقوا. كنحاولوا نضغطوا عليه دائما باليد باش كيلصق البسكويت على الملفوف ديال الكوك بهذه الطريقه هذه، وغنزير عليه مزيان البلاستيك الغذائي. كنزير الملفوف ديالي من الجناب وكنحاول ندير ليه هذه الحركه، كنديه وما كنرجعوش باش كيتزير، وفي نفس الوقت كنعطيو الحلوى شكل دائري. وكنديروا العقد في الجناب كيف العاده، وغندخلوا هذه الحلوى للثلاجه تقريبا 2 إلى 3 ساعات. بعد ما خرجنا الحلوى ديالنا من الثلاجه بعد مرور 3 ساعات كنقطعوها بسكين، وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. كتجي روعه في الشكل وفي المذاق. كنتمنى تجربوها، وان شاء الله انتظروا طورطه بهذه الحلوى قريبا جدا. الى عجبتكم الحلقه كيف العاده ما تنسوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه اذا كنتوا مازال ما اشتركتوش، وما نكرهش تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم. في امان الله.